ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم حسام في مقارنه جديده. المقارنه النهارده ان شاء الله ما بين 3 هواتف في 3 شركات مختلفه، قريبين من بعض جدا في السعر وبرضه قريبين في المواصفات. ال3 هواتف على الترتيب هم هواوي نوفا واي 61، سامسونج جالاكسي اي 14 النسخه الفور جي، شاومي 12 سي الجديد. يا ترى مين فيهم ال3 الافضل؟ يلا بينا علشان نعرف. اهم حاجه ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه، ولو محتاج اي مقارنه اكتبها تحت في الكومنتات. اول حاجه نبتدي بيها وهي التصميم بتاع الهاتف، سواء النوفا واي 61 او السامسونج اي 14 او حتى الشاومي 12 سي، بما انهم ال3 فئات اقتصاديه ومتوسطه، اذا ال3 نفس التصميم، مصنوعين من البلاستيك، ظهر من البلاستيك، فريم برضه من البلاستيك، الشاشة فقط هي اللي زجاج. تاني نقطة هنتكلم عنها وهي شبكات الاتصال في التلاتة بيدعموا شبكات الاتصال الجيل الرابع زي بعض بالظبط، والجيل الثالث والجيل الثاني. ولكن النقطة الثالثة وهي سرعة الانترنت مختلفة، بما انهم التلاتة 4G ولكن السرعة مختلفة. يعني مثلا على سبيل المثال الهواوي نوفا واي 61 سرعة الانترنت في الشبكة الفور جي 400 ميجا بايت في الثانية الواحدة. السامسونج والشاومي أقل، لأن الاتنين دول 300 ميجا بايت في الثانية، يعني أسرعهم في الانترنت هو الهواوي نوفا واي 61. نتكلم عن النقطة رقم 4 وهو عدد الشرائح. التلاتة زي بعض بالظبط، تقدر تركب خطين وبرضه تقدر تزيد ميموري كارد لو انت حابب وتزود المساحة بتاعتك. النقطة رقم 5 وهي مهمة جدا وهي الشاشة. خلينا نبدأ بالهواوي نوفا واي 61. الشاشة بتاعته زي ما انتم شايفين 6.5 نوعها اي بي اس ال سي دي. معدل تحديث الشاشة هنا 60 هرتز، وفيها وضع حماية العين والوضع الليلي و16 مليون لون. اما لو انتقلنا للشاشه بتاعت السامسونج جالاكسي اي 14 هتلاقي ان حجم الشاشه اكبر شويه، لانه 6.6 انش، نوعها بي ال اس ال سي دي. معدل تحديثها اعلى لانه 90 هرتز، وبرده فيها وضع حمايه العين والوضع الليلي و16 مليون لون. خلينا نروح عند الشاومي 12 سي الجديد. هتلاقي ان الشاشه 6.7 انش، اكبرهم هما الثلاثه، نوعها اي بي اس ال سي دي، معدل تحديثها 60 هرتز، فيها وضع حماية العين والوضع الليلي و16 مليون لون. يعني أفضلهم الثلاثة في الشاشة هو السامسونج جالاكسي اي 14، لأن معدل التحديث أعلى 90 هرتز. النقطة رقم 6 وهي المعالج بتاع الهاتف. نبتدي بالهواوي نوفا واي 61. المعالج بتاعه هو كيرن 710 معمارية 12 نانو أوكتا كور. اما اللي موجود في السامسونج جالاكسي اي 14 فهو ميديا تك هيليو جي 80 معماريه برضو 12 نانو اوكتا كور او ثماني النواه. برضو اللي موجود في الشاومي 12 سي ميديا تك هيليو جي 85 معماريه 12 نانو اوكتا كور. يعني ده كيرن 710 ميديا تك هيليو جي 80 ميديا تك هيليو جي 85. الافضل فيهم طبعا هو الميديا تك هيليو جي 85 بتاع الشاومي 12 سي. لو عايزين تعرفوا ازاي بتعرف المعالج قوي او ازاي ده اقوى من الاثنين دول، ممكن اعمل لكم فيديو لوحده خاص بالموضوع ده. يعني قبل ما اقول ان المعالج ده احسن من ده، او الميديا تك هيليو جي 85 احسن من الكيرن 710، احنا ما بنقولش الموضوع كده اي كلام وخلاص، او بناء على رايي الشخصي. الموضوع ما هو سهل، لان بيتدخل فيه حاجات كتير قوي، زي يوم الاصدار، وزي هندسه وحده المعالجه المركزيه، وعدد النواه اللي موجوده في المعالج، والجي بي يو، والتي دي بي، والتخزين، سرعه الابلود والتحميل، وهكذا. كل دي حاجات بتحدد المعالج نقول قوي يا ترى الكيرن ولا الميديا تك. ولكن اللي عايزك تعرفه دلوقتي ان الشاومي 12 سي افضل واحد فيهم في المعالج، لانه ميديا تك هيليو جي 85. الرام بتاع الثلاثه زي بعض، هتلاقي نسخه هنا 4 جيجا رام او 6، وهنا نسخه 4 جيجا رام او 6، وهنا برضو نسخه 4 جيجا رام او 6. النقطه رقم 8 وهي الكاميرا الخلفيه. خلينا نبتدي مع الهواوي 1 2 3 مع الليد فلاش. 3 كاميرات او 3 عدسات مع الليد فلاش. الرئيسيه 50 ميجا بكسل، واحده ثانيه 2 ميجا بكسل بتاعت الماكرو، و2 ميجا بكسل لعزل الخلفيه. ولو هصور بيها فيديو اعلى تقنيه معاك 1080 بكسل فول اتش دي، واقدر اصور بالتليفون فيديو سلو موشن. ده كان الهواوي. طب خلينا نروح للسامسونج. نفس الشيء، 3 عدسات مع الليد فلاش، برضه 50 ميجا بكسل و2 ميجا بكسل و2 ميجا بكسل، نفس الهواوي بالظبط، برضه فيديو فول اتش دي وفيديو سلو موشن. اما الكاميرا بتاعت الشاومي 12 سي اقل منهم شويه، لان عدستين 2 بس، واحده 50 ميجا بكسل رئيسيه و3 من 10 ميجا بكسل عزل. السامسونج والهواوي الكاميرا الخلفيه زي بعض، اما الشاومي اقل منهم في الكاميرا الخلفيه. بالنسبه للكاميرا الاماميه نبتدي بالهواوي. الهواوي 5 ميجا بكسل العدسه الرئيسيه اللي موجوده فوق هنا، فتحه عدسه 2.2 وفيديو بتصور بيها 1080 بكسل فول اتش دي.
اما السامسونج لا اعلى، لان الكاميرا دي 13 ميجا بكسل فتحة عدسة 2.0 وبرضه بتصور فيديو فول اتش دي. الشاومي الكاميرا الاماميه 5 ميجا بكسل، يعني الهواوي والشاومي 5 ميجا بكسل، السامسونج هو اعلاهم في الكاميرا الاماميه وكمان الكاميرا الخلفيه. بالنسبه للنقطه رقم 10 في المقارنه وهي منفذ السماعه السلك الاي او اكس، موجود في الثلاثه. الهواوي فيه منفذ اي او اكس، كذلك السامسونج فيه منفذ اي او اكس، والشاومي برضه فيه منفذ للسماعه السلك الاي او اكس. خاصيه الان اف سي اللي كل الناس بقت بتعتمد عليها دلوقتي موجوده في الهواوي نوفا واي 61 وموجوده في السامسونج اي 14، لكنها للاسف غير موجوده في الشاومي. اصدار البلوتوث الثلاثه زي بعض 5.1. نقطه رقم 13 في المقارنه وهي البطاريه بتاعه الثلاثه. خلينا متفقين ان البطاريه في الثلاثه 5000 ملي امبير، ولكن قوه الشحن بقى بتختلف. يعني عندك الهواوي قوه الشحن 22.5 واط فهيفول بسرعه، تروح عند السامسونج تلاقي قوه الشحن 15 واط بس، تروح عند الشاومي تلاقي قوه الشحن اقل حاجه فيهم وهي 10 واط. يعني افضلهم في البطاريه هو هواوي نوفا واي 61. ملخص المقارنه دي ايه؟ ان مجمل المواصفات كلهم قريبين من بعض وتقريبا نفس السعر، هواتف اقتصاديه او اقل من المتوسطه كمان، ولكن افضلهم بناء على المقارنه هو السامسونج جالاكسي اي 14. فانت لو رحت تشتري الثلاثه ولقيتهم قريبين جدا في السعر، توكل على الله واشتري سامسونج اي 14. لو انت وصلت لاخر الفيديو في معلومه مهمه جدا جدا لازم اقولها لك ولازم تعرفها. عايزك تعرف ان المجال بتاع اليوتيوب ده مش كله صدق، تمام؟ يعني في ناس في الكومنتات، على سبيل المثال واحد بيجي يقول لي انت مقارنتك دي مش صحيحه، انا شفت السامسونج جالاكسي اي 54 يوتيوبر كان عنده نص مليون مشترك ومليون مشترك وبيقول ومطلع صور ان هي الكاميرا افضل من السامسونج جالاكسي اس 23. ازاي تليفون سامسونج اي 54 سعره 400 دولار ولا 500 دولار نفس سامسونج اس 23 الترا اللي ثمنه فوق ال 1200 و 1300 دولار؟ ازاي اس 23 الترا بيصار 8K هيبقى زي سامسونج جالاكسي اي 54 بيصار فول اتش دي؟ جماعه عالم اليوتيوب فيه حوارات كتير وفيه كذب كتير. انا كان نفسي اقول الكلمتين دول وانتوا شايفيني وقاعد قدامكم، ولكن كان لازم اقولهم دلوقتي. مش اي حد عنده متابعين كتير على اليوتيوب تصدقه. انا عندي 14000 متابع بس، واتعرض عليا فلوس وهدايا ان اطلع اقول ان تليفون احسن من تليفون، وعندي 14000 متابع فقط. انت متخيل لو عندي 140000 او مليون و400000؟ فما فيش حد يضحك عليك ويجيب لك تليفون يصور لك بيه صورة حلوة ويقول لك دي احسن من الايفون او احسن من مفيش الكلام ده. مفيش تليفون 8K بيصور اوحش من تليفون فول اتش دي، يعني ما تجيش اصلا، عيب، حرام اساسا. فارجو من الناس اللي بتكتب الكومنتات دي يعني شغل دماغك شويه، شغل دماغك. مش اي واحد عنده 100000 متابع فيما فوق يقول لك كلمه تجري تصدقها. انا بقول لك 14000 متابع واتعرض عليا فلوس ان اطلع مثلا اقول ان الهواوي على سبيل المثال او الشاومي احسن، بس انا مش هعمل كده. انا ما عنديش حاجه اخسرها. 14000 متابع ما هماش رقم اللي خاف عليه. يعني هقول لك حاجه بسيطه، فضيحه شركه سامسونج اللي كل اليوتيوبرز الاجانب بيتكلموا عليها بقالهم اسبوع، سمعت واحد من اليوتيوبرز العرب اتكلم عنها؟ لا، ولا هيتكلم ولا عمره هيتكلم. ليه؟ لان الناس دي بتروح ايفنتات وبتاخد فلوس، وكل موديل جديد من سامسونج بيودي لهم التليفون لحد البيت، ما يقدرش يطلع يهاجم شركه سامسونج. فانت ما تحسسنيش ان اي واحد عنده مليون مشترك فيما فوق ان هو النبي او نازل من السماء وكل كلامه صدق. ما تصدقش الكلام ده. انت عندك مخ، عندك دماغ، شغله وما تبقاش غبي. بس كده، مع السلامه.